السؤال الأهم، محمد كنو بتبيعونه للهلال ولا للنصر ولا للاتحاد ولا للأهلي؟ احترام للهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وكلهم أندية شقيقة وأندية كبيرة زي ما هو نادي الاتفاق. أنا وعدت مع مجموعتنا وأكرر الوعد هنا، إذا الله أعطانا عمر معاك يا أبو بدر كنو لاعب اتفاقي إلى آخر عقده، وبإذن الله تعالى كنو يبقى اتفاقي. بس اللاعب يقول أنا ما أبغى أكمل، أبغى أمشي. هذا اللي سمعته اللي سمعته من اللاعب، أنا ما سمعت من اللاعب إنه اللاعب يبغى يمشي ما يبغى يلعب. أبو بدر اليوم العلاقة اللي بين نعم. العلاقة اللي بين اللاعب والنادي يحكمها عقد ويحكمها علاقة احترافية. اللاعب بإذن الله تعالى لاعب اتفاقي، واحد من أبنائنا اللي بنحافظ عليه، وبإذن الله تعالى مع كنو وباقي اللعيبة الفريق سيصل إلى ما نتمناه. ما تخشى انه ممكن يتسوى قصه زي ما صارت قصه سعيد المولد، يطلع اللاعب برا المملكه ويلتحق بنادي اخر وتجي يعني وتصير قضيه يعني؟ والله أبو بدر اليوم القضية هذه صارت الباقي على عقد كنو 2.5 سنين. لسه باقي على عقد كنو الحالي 2.5 سنين. إما الاتفاق يوافق على انتقاله قبل 2.5 سنين أو يوصل 2.5 سنين. ولكن رأيي اليوم يا أبو بدر أنه كنو لاعب اتفاقي ولن يتغير وضعه إن شاء الله كلاعب اتفاقي.